لو هتبدأ تداول ب50 دولار أو ب100 دولار، طبيعي إن أنت قبل ما هتبدأ تداول هتبتدي تتعلم. مش عايزك بقى تسألني أو تسأل أي مدرب هيمرنك، سواء دورة مجانية أو دورة مدفوعة، هو أنا هبقى خبير ومحترف إمتى؟ دي ملهاش دعوة بالعلام خالص. نفسي تفهم كده إن علم التداول في أسواق المال زي أي علم من علوم الحياة، ليه مراحل معينة عشان توصل لمرحلة الاحتراف والخبرة. الدكتور بيقعد يتعلم 7 سنين وبعدين بيمارس سنين وبعد كده يتقال عليه خبير ومحترف. نفس الكلام للمهندس ونفس الكلام للمتداول. انت بتاخد العلوم النظريه لمده 3 شهور او 4 شهور وبتطبقها على حساب تجريبي، ومع الممارسه والحياه والسنين هتبتدي تكتسب الخبره والاحتراف. الخبره والاحتراف دي ما بتجيش من الدراسه، دي بتيجي من الواقع العملي. ومده الواقع العملي كل ما تطول بعد الدراسه وتبتدي بقى تشبك اللي انت درسته مع الواقع العملي، فتلاقي حاجات درستها مش بتستخدمها في الواقع العملي فبتحذفها، وبتلاقي حاجات في الواقع العملي ما خدتهاش في الدراسه فبتضيفها. كل التجارب دي تخليك بعد سنين خبير ومحترف في الشيء اللي انت بتمارسه. نفس الكلام على التداول في اسواق المال.